مرحبا بكم. عمي تبون يعقد آخر اجتماع لتحضيرات لمراجعة اتفاقيات الشراكة مع أوروبا. أوروبا كامل الأعين تاعها راهي في الجزائر، يستناو واش من قرارات راح تخرج بها الجزائر. نخلوكم مع هذا التقرير، وما تنساوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو. ترقب وتوجس في بروكسل من قرارات سيادية ستعقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس البلاد عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية. خصص حسب الإعلام الرسمي لمتابعة مدى تقدم التحضيرات لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ولم يسبق للجزائر والاتحاد الأوروبي مراجعة الاتفاق بصفة كاملة باستثناء مراجعات جزئية تتعلق الأولى بمخطط إلغاء الرسوم الجمركية عام 2010، ثم تقييم مشترك بطلب من الجزائر في 2015، إضافة إلى تقييم الاتفاقيات التجارية التفضيلية سنة 2020 بطلب من الجزائر، التي فرضت سنة 2021 قيودا على استيراد بعض المنتجات لحماية إنتاجها الوطني، ما أثار اعتراض التكتل الأوروبي الذي اعتبر في يونيو حزيران الماضي أنه حظر على المنتجات الأوروبية وينتهك اتفاق الشراكة بين الطرفين، ملوحا باللجوء إلى التحكيم الدولي قبل أن يجنح إلى الحوار، في الوقت الذي تتجه فيه الجزائر بشكل رسمي مع بداية هذا العام إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لحماية مصالحها وفق مبدأ رابح رابح، حيث أعلن الرئيس عبد المجيد تبون الذي اعتبر أن هذه المراجعة ضرورية وستتم بمرونة وروح ودية من دون الدخول في صراع، كون الجزائر تحافظ على علاقات طبيعية مع الدول في التكتل الأوروبي. ووفق الخبراء فإن قرار الرئيس تبون مراجعة اتفاقية الشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي يأتي بعد إخلال الطرف الأوروبي بالمؤشرات والأهداف المتفق عليها، انطلاقا من بنودها المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي ونقل التكنولوجيا والاستثمار في مجال الزراعة والتكنولوجيا، كونها بقيت مجرد شعارات على الورق لم تتحقق. كما يأتي طلب الجزائر إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية بعد أكثر من 20 سنة من توقيع الاتفاق.